أهلا بكم في حلقة جديدة من حوار الليلة. في وقت يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على لبنان، انتهت محادثات مباشرة بين لبنان وإسرائيل بعد نحو ساعتين من انطلاقها في واشنطن ضمن مساعي جهود التهدئة والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. بالتوازي تستعد واشنطن وطهران لجولة جديدة من المباحثات خلال أيام، ورجح الرئيس ترامب أن تنطلق جولة ثانية من المباحثات في باكستان اليومين المقبلين، أو قد تعقد في مكان آخر. هذه التطورات نناقشها في حلقة حوار الليلة. معنا مباشرة من القاهرة نرحب بالسيد حسن بديع خبير العلاقات الدولية. أهلا وسهلا بك معنا سيد حسن. سهلا، مرحبا، أهلا. وكذلك أيضا معنا عبر أزوم من العاصمة الألمانية برلين الدكتور خليل عزيمة الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا وسهلا بك معنا دكتور خليل. بكم وشكرا للاستضافة وتحياتي لكم وللضيف الكريم والمشاهدين الكرام. أهلا بك. أبدأ معك سيد حسن فيما يتعلق بانطلاق محادثات مباشرة بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية. ما الذي يريده كل طرف من المحادثات، وهل يوجد بنية مشتركة بين الطرفين؟ الذي يريده الجانب الحكومي اللبناني التوصل إلى اتفاقية سلام وتطبيع بينه وبين الكيان الصهيوني، ويتم من خلالها إيقاف العدوان الإسرائيلي على لبنان وشعبه. هذا هو المطلب اللبناني. بالنسبة للمطلب الصهيوني هو يسعى لإقامة علاقة تطبيعية واعتراف من دولة عربية جديدة تضاف إلى سلسلة الاعترافات من بعض البلدان العربية، ويرى أن دي خطوة قد تكون إيجابية بالنسبة لتأمين حدوده مع لبنان، وبالتالي فالطرفين من مصلحتهما أن يتم توقيع اتفاقية سلام بينهم وتطبيع بينهما، ولكن الأمر في النهاية يخضع لاعتبارات خاصة بالواقع اللبناني نفسه. نعم. كذلك أيضا دكتور خليل، في ظل انطلاق محادثات مباشرة في واشنطن لأول مرة منذ عقود، وبالتزامن مع استمرار غارات الاحتلال على لبنان، كيف تقرأ المشهد؟ الحقيقة دعنا نقول أن قرار الرئيس اللبناني بالذهاب إلى مفاوضات مباشرة مع الكيان الإسرائيلي هو قرار جريء وفي مكانه. يعني من أولا موضوع السلام هو انطلق أو وافقت الدول العربية كلها على موضوع السلام، ابتداء من مؤتمر مدريد للسلام ومرورا بالقمة العربية في بيروت 2005 مع المبادرة العربية للسلام. لكن ما يتم الآن في لبنان هو وضع حد لهذا، لربط لبنان بأجندات إقليمية، وهذه يعني موضوع ربط المنطقة العربية وبعض التيارات في بعض الدول العربية والمناطق العربية بأجندات إقليمية جاء بنتيجة كارثية. الآن في لبنان حوالي 1,000,000 نازح من جراء ربط الجبهة في لبنان مع إيران ومساندة إيران. هذا 1,000,000 نازح لا أحد، البعض والكثير منهم يفترش الطرقات. الدولة اللبنانية تريد أن تضع حدا لوجود دويلة داخل دولة، فمن حق الدولة أن تحصر السلاح في يد الدولة فقط، وأن يكون قرار الحرب والسلم في يد الدولة. وبالتالي النأي عن نفس ما يحدث، نأي طبعا لبنان عن نفسها ما يحدث في إيران والتوتر في الشرق الأوسط، لأن الدمار حقيقة كبير في لبنان. ورأينا أيضا أن حزب الله لا يتماشى أو لا يتوافق دائما مع القرار الحكومي،
رغم أنه هو جزء من الحكومة اللبنانية. لذلك اتجهت لبنان باتجاه المفاوضات المباشرة مع إسرائيل لوضع حد معين. طبعا هنا نتحدث عن مباحثات مباشرة، لا نتحدث هنا عن تطبيع أو اتفاقية سلام، ولو كان ذلك هذا قرار لبناني فالإخوة في لبنان يأخذون قرارهم بنفسهم وبمصلحة البلد. الآن الهدف من هذه المفاوضات هو وقف التصعيد ووقف القصف الإسرائيلي الذي يطال كافة المناطق في لبنان وأحدث دمارا كبيرا. وبالتالي طبعا وتريد لبنان إرسال رسالة إلى إسرائيل والمجتمع الدولي أن الساحة اللبنانية هي ليست امتداد للساحة الإيرانية، ويجب أن يكون لبنان لبنانيا عربيا وليس تابعا لبعض الأجندات الإقليمية. نعم، وأبني على ما قلته من معطيات سيد طبعا الدكتور خليل، وأسأل السيد حسن، يعني كما قال الدكتور خليل بأن التوجه اللبناني باتجاه المفاوضات هو منطقي بظل حالة الدمار الكبير التي تمر بها لبنان، وحالة كذلك أيضا الوضع الإنساني الصعب الذي يمر به الشعب اللبناني، وبالتالي وقرارا مبني على مصلحة لبنان وتوجهها المستقبلي لمصلحتها ومستقبلها. بينما وزير الخارجية الأمريكي روبيو قال أن هذه المحادثات تمثل فرصة تاريخية لوضع إطار ينهي عقودا من نفوذ حزب الله. لكن هل ترى توجه منطقي سيد طبعا سيد حسن؟ لا علاقة له بالمنطق لا من قريب ولا من بعيد، وإنما له علاقة بتحقيق مصلحة استراتيجية للعدو الصهيوني. الأخ الذي تكلم من ألمانيا يتكلم عن مبادرة السلام العربية المعلنة من عام 2002 من أيام القمة العربية ببيروت، ومر 24 سنة يعني حوالي ربع قرن، ولم تكن هناك أي استجابة من الكيان الصهيوني لهذه المبادرة، بل شاهدنا احتلال غزة واحتلال أجزاء من لبنان واحتلال أجزاء كبيرة من سوريا، وشاهدنا تبجح مجرم الحرب نتنياهو الذي يقول السلام مقابل السلام وليس حتى السلام مقابل الأرض، وفقا لما أعلنته مبادرة السلام العربية في 2002 بتاعة الملك عبد الله الملك السابق للمملكة العربية السعودية. وبالتالي هذا وهم. في النهاية الكيان الصهيوني ورمزه السياسي مجرم الحرب نتنياهو يعلن ليل نهار عن إسرائيل الكبرى، وأنها المرحلة الراهنة هي المرحلة التاريخية لإسرائيل الكبرى التي تشمل 7 بلدان عربية، وأولهم لبنان وسوريا والأردن والعراق ومصر والسعودية، وأنه يسعى وفلسطين طبعا، وأنه يسعى لالتئام هذه البلاد العربية، وأنه يسعى لتغيير خريطة الشرق الأوسط. يجب أن تختفي أو تنتهي 12 دولة في الشرق الأوسط. وبالتالي نحن أزاء نزعة توسعية عنصرية استيطانية وأوهام توراتية دينية متخلفة تسعى لقيام ما يسمى بإسرائيل الكبرى وتغيير خريطة الشرق الأوسط وإعلان عصر السيادة والهيمنة الإسرائيلية المطلق، وهذا لن يحدث. ثم أن الدولة اللبنانية ضعيفة، والعالم كله يعلم أنها لا تستطيع أن تسيطر على شارع واحد في بيروت، وأنها غير قادرة على الوصول حتى لاتفاق سلام مع الكيان الصهيوني، لأن حتى هذا الاتفاق سوف يكون حبر على ورق، ولن تستطيع أن تطبقه على أرض الواقع، ولن تستطيع أن تفتتح السفارة للعدو في بيروت. وتعلم جيدا أن لو خطت هذه الخطوة وهي في ظل حالة رفض عربي شعبي كامل من الشعب اللبناني بكل طوائفه، وده ما بان في بيانات عديدة صدرت من القوى القومية والوطنية في لبنان وليس حزب الله مفرده، فده بهذا الشكل تهدم النظام السياسي اللبناني الطائفي التي دشنه الاستعمار الفرنسي سنة 1945 والذي قائم على موازنات دقيقة. قد ينتهي هذا النظام تماما، وقد يجد رئيس الجمهورية اللبنانية أنه في مهب الريح، وأن هناك نظاما آخر قد تم فرضه بالقوة. مع التأكيد سيد حسن بأن هذه وجهة نظرك الشخصية،
ومع التأكيد على عدم ووجهة نظر كثير من الوطنيين العرب والقوميين العرب والمناضلين العرب ضد العدو الصهيوني الذي يريد أن يقيم الإمبراطورية الصهيونية على جثث الشعوب العربية، وهذا لن يحدث بأي حال من الأحوال. نعم. أترك الرد طبعا للدكتور خليل عزيمة من برلين. كيف ترد على ما قاله السيد حسن؟ طبعا يعني اولا يعني دعنا نتحدث الشعور والعاطفه العربيه كلنا، وانا كفلسطيني اتحدث ايضا نريد التحرير الكامل والى اخره، ولكن الامور والاوضاع تغيرت كثيرا بشكل كبير. اذا دعنا نركز على موضوع لبنان، في بعد اتفاق الطائف كان ينص على تسليم الكامل الجناح العسكري لكل الأحزاب بتسليم أسلحته. كل الأحزاب سلمت أسلحتها، لكن إلا حزب الله السيد حسن يطرح تساؤلات منطقية. نعم، اسمح لي دكتور خليل، يعني يتساءل ما هو الضامن بأنه حين يتم تسليم السلاح ما هو الضامن بأن إسرائيل ستنسحب من جنوب لبنان، وأن إسرائيل ستتخلى عن مطامعها الاستعمارية التي باتت واضحة بقيادة نتنياهو وحكومته المتطرفة، وبات لا يخفى على أحد بأن هذه الحكومة تقود مشروع إسرائيل الكبرى. طبعا حكومة نتنياهو المتطرفة، ونركز على كلمة المتطرفة، ليست هي أبدية في الحكم. إسرائيل في النهاية رغم أنها عدونا، لكن هي نعترف أنها هي دولة ديمقراطية وتغيير قادم، وسيكون هناك تغيير حتما. الديمقراطية بماذا دكتور خليل؟ الديمقراطية في ماذا؟ يعني أنا أسمع كلمة ديمقراطية، اسمح لي، لكن نعم، لكن ديمقراطية في ماذا؟ يعني ما المقصود في الديمقراطية؟ هل هنالك معنى للديمقراطية غير الذي نعرفه وغير الذي نفهمه؟ إذا كانت هذه الدولة ديمقراطية إذن فلتذهب الديمقراطية إلى الجحيم حقيقة. هل الديمقراطية أن يتحكم نتنياهو بصلب القرار في إسرائيل، وبات اليسار الإسرائيلي لا يمثل شيء إن كان في الحكومة أو إن كان إن غيره؟ الديمقراطية هو أنه يغير في الوقت الذي يريد رئيس الشباك ورئيس الموساد، ويغير وزير الدفاع أثناء الحرب، ويغير الكثير. وإذا كان المقصود بالقيم فهي لا تمثل قيما ولا ديمقراطية في حقيقة الأمر. تفضل دكتور خليل. أنا أتحدث هنا عن الديمقراطية الداخلية في العملية السياسية داخل إسرائيل وفي العملية الحزبية. هناك حزب يميني متطرف بقيادة نتنياهو سيطر من خلال صناديق الاقتراع الإسرائيلية على الحكم في إسرائيل. هذا ما قصدته، لكن موضوع أؤكد لكم أن حتى لا يفهم كلامي في غير سياقه، هنا نتحدث عن وقائع موجودة وليس عن عواطف. طبعا نحن ندين كافة الأعمال التي تقوم بها حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، ولكن أنا أتحدث أن ما يقال أن يعني بموضوع أن إسرائيل تريد التوسع، هذا يريده ليست إسرائيل وإنما نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة. لكن إذا نتحدث عن موضوع السلام، وهذا أمامنا نموذج يحتذى به، موضوع السلام بين مصر وإسرائيل. مصر استعادت كافة أراضيها وليس هناك أي توترات أو تهديدات إسرائيلية باتجاه مصر. لذلك هذا المثال يحتذى به. لكن اسمح لي دكتور خليل، أنا لا أريد أن أقاطعك في كل حين، ولكن لأن هنالك حقائق لابد أن تقال في وقتها وتوقيتها الصحيح. مصر عندما ذهبت إلى اتفاقية السلام ذهبت بعد حرب قادتها بشموخ وعزة، وضحت من أجل أن تقاتل حتى النفس الأخير في سبيل استعادة أراضيها. وأثبت القاصي وشهد القاصي قبل الداني بأن مصر في حرب أكتوبر استطاعت أن تحقق انتصارا مجيدا يشهد له الجميع، وبالتالي أجبرت إسرائيل على السلام مرغمة وليس برغبة منها بأنها دولة سلام، بقدر بأنها مهزومة، وبالتالي من الطبيعي جدا أن تذهب إلى اتفاقية السلام وأن تسترد مصر أراضيها.
غير أن الظروف في وقتها مختلفة تماما عن الظروف الحالية. طبعا أتفق معك تماما. مصر دخلت إلى السلام سلام القوة من منطلق القوة، لكن الظروف الآن بالنسبة للبنان ظروف مختلفة. لبنان ليس لديها جيش كما هو لدى جمهورية مصر العربية، الجيش القوي الذي بالفعل سطر ملحمة كبيرة في أكتوبر 73، ولا أحد ينكر التضحيات والصمود والنصر الحقيقي الذي حققته مصر في هذه الحرب. وهنا جاء القرار الحكيم من الرئيس الراحل أنور السادات بالسلام من منطلق القوة، وهذا لا أحد يختلف عليه ولا أحد يعني يمكن أن ينفيه. لكن نتحدث عن لبنان. لبنان دولة ليس لها جيش قوي، دولة لديها دويلة داخل هذه الدولة، وحاولت، وكان هناك أكثر من مرة من محاولة حتى إسقاط هذه الدولة أو أخذ لبنان إلى المجهول. لبنان وضعه مختلف تماما عن الدول العربية. لبنان هناك فسيفساء طائفية في لبنان، وأي خلل في لبنان يمكن أن يتجه لبنان لا سمح الله إلى حرب أهلية. ولبنان مر بحروب أهلية عانى منها الكثير ولا يريد أن يعود إلى هذه الحروب. لذلك الآن المهم بالنسبة للحكومة اللبنانية هو إيقاف هذه الحرب التي تقوم بها إسرائيل على لبنان. ورأينا الدمار الكبير الذي حل في بيروت، وطالب من خلال استهداف سواء البنى التحتية والبعض والأبنية السكنية وغيرها. لذلك مضطر لبنان في هذه التطورات الإقليمية والدولية التي تختلف تماما عن ما كان فيه في عام 73. الآن الوضع يشكل خطير جدا. هناك سوريا حكومة جديدة وتلملم جراحها من الحرب الظالمة التي شنها النظام البائد على الشعب السوري لمدة أكثر من 14 سنة، وبالتالي هي الآن لا تستطيع القيام أو مواجهة دولة أو الكيان الإسرائيلي. هناك دول كما قلنا مجاورة لإسرائيل مع اتفاقيات سلام. إذن لبنان ليس له جبهة معينة ليقوم فيها. أما الاعتماد على أن تقوم إيران اتضحت الصورة بمساندة لبنان فهذا مستبعد. رأينا كيف تباد غزة ولم تساند إيران أهل غزة، ولم تساند الجياع الآن في غزة. لذلك يعني وضع الآمال على الغير ليقوم بمساعدة لبنان هذا مستبعد. اتضحت الصورة دكتور خليل. سأعود لك مرة أخرى. نعم، سأعود لك مرة أخرى، ولكن أذهب إلى سيد حسن. بداية لك حق الرد بلا أدنى شك، وكذلك أيضا هنالك وجهة نظر أخرى تقول بأن لبنان الآن يمر بظروف استثنائية، إن كان طائفيا، إن كان سياسيا، إن كان عسكريا، وكذلك أيضا إنسانيا، وبالتالي يبحث عن طوق النجاة، وكذلك أيضا كالذي يتعلق بالقشة ويتعلق بالشيء الذي ينقذه من عمق البحار في ظل ظروف صعبة تعيشه لبنان. أولا أنا يؤسفني أن في مواطن عربي يتكلم عما يسمى بالديمقراطية في الكيان الصهيوني. أي ديمقراطية؟ والكنيسة الإسرائيلي يصدر قرارا بإعدام 10,000 أسير إسرائيلي، أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية. أي ديمقراطية هذه؟ إنها ديمقراطية التوحش وديمقراطية المجرمين السفاحين العنصريين الهمج. أي ديمقراطية؟ أي ديمقراطية والكيان الصهيوني يرتكب ما ليس له نهاية من الجرائم، ورئيس وزراءه مجرم حرب مطلوب رسميا للمحكمة الجنائية الدولية ومطلوب القبض عليه. أي ديمقراطية؟ هذا كلام لا يقوله نتنياهو نفسه، شيء مؤسف وشيء يدعو للحزن. أما الذي يتكلم على أن مصر عاملة اتفاقية مع العدو الصهيوني والاتفاقية محترمة،
من الجهتين، لأن مصر تملك جيشا قويا، لأن مصر قادرة على أنها تضرب وترضع العدو الصهيوني، لأن العدو الصهيوني يعلم جيدا أنه لا يجرؤ أن يدخل في أي مغامرة مع مصر، ويعلم أن مصر دولة مركزية قوية، والدولة العربية الوحيدة المركزية في المنطقة، والدولة العربية الوحيدة التي ما زالت تملك جيشا قويا بعد تدمير جيشي العراق وسوريا بفعل العدو الصهيوني وحليفه الأمريكي. وبالتالي فالعدو الصهيوني يعلم جيدا أن معركته مع مصر مؤجلة، ليس الآن. هو لديه دول أخرى أسهل في الالتهام كلبنان، كسوريا التي يحتل نصفها بالكامل، وكالأردن وكغزة وكالضفة الغربية التي يرتكب فيها يوميا عشرات الجرائم. ثم يأتي في النهاية، أو هكذا يتخيل لمصر التي يسمونها في أدبياتهم السياسية الجائزة الكبرى. نحن في مصر نعلم جيدا من هو العدو الاستراتيجي لمصر وللأمة العربية وللعالم الإسلامي وللإنسانية جمعاء. نحن لدينا في الجيش المصري عقيدة قتالية لم تتغير، لا اتفاقية السلام ولا غير اتفاقية السلام يمكن تغيرها. العقيدة القتالية تقوم على أن إسرائيل هي العدو، الكيان الصهيوني هي العدو. هذا ما يتم إرضاع وتربية أطفالنا منذ الولادة حتى الكبر، إن إسرائيل والكيان الصهيوني هو العدو. هذه هي نظرية العقيدة القتالية للجيش المصري وللشعب المصري. إسرائيل لن تكون صديقا بأي حال من الأحوال، إسرائيل لا تحترم عهدا ولا ميثاق. الله سبحانه وتعالى في كتبه السماوية لعنهم بدل المرة مئات المرات، وقال عنهم أنهم لا عهد لهم ولا ميثاق، قتلة الأنبياء، أحفاد القردة والخنازير. ثم نعود ونتكلم عن الإنسانية والديمقراطية. أنا آسف أن يصدر هذا الكلام من شخص عربي، ولكني أقول أنه لن يستطيع أحد أن يجرد حزب الله بالسلاح، لأن هذا معناه احتلال كامل لبنان، ومعناه أن يتجول جنود العدو الصهيوني في شوارع بيروت، وهذا لن يحدث، لأن حزب الله هو القوة الوحيدة العسكرية التي يمكن التوجه العدو الصهيوني وتدافع عن لبنان. نحن نعلم أن الجيش اللبناني لا وجود له، وأن الدولة اللبنانية دولة ورقية وهمية، ونعلم جيدا أنهم مثلما فعلوا في سوريا يريد أن يفعلوا في كل البلدان العربية. دمروا الجيش العربي السوري واحتلوا نصف سوريا مع الزعم أن النظام الحاكم في سوريا صديق لأمريكا وصديق لإسرائيل، ولكن الصورة واضحة. وبالتالي نحن أمام عدو عقائدي ولا نستطيع أن نواجهه إلا بعقيدة مماثلة. ومرة أخرى كل محاولات ضرب محور المقاومة وضرب سلاح حزب الله لن يحدث. لقد فشلوا في نزع سلاح حماس في غزة، وفشلوا في نزع سلاح أي مقاتل عربي، لأن عندما أترك سلاحي فأنا أسلم نفسي للعدو كي يقتلني بدون ثمن وبدون خسارة. هذا لن يحدث، هذا وهم وعبث. مرة أخرى أنا أؤكد على أن المفاوضات التي تجري في واشنطن لن تستطيع أن تنقل شيء للأمر الواقع. لن يستطيعوا أن يمرروا أي اتفاقية لا في مجلس النواب اللبناني الحالي ولا في غيره، ولن يستطيعوا أن يقيموا سفارة للعدو ببيروت، ولن يستطيعوا سوى أنه يقلب النظام السياسي اللبناني بالكامل رأسا على عقب. وقد نجد رئيسا للبنان مسلما شيعيا، وهذا ممكن أن يحدث لو تطورت الأمور أكثر من ذلك. نحن الآن في معركة مصيرية حاسمة مع العدو الصهيوني ومع حليفته أمريكا، ونعلم أنها معركة القرن ال21، ونعلم أن المنتصر في هذه المعركة سوف يحكم الكرة الأرضية 75 سنة المتبقية من القرن ال21. نحن نرى أن المعركة الحالية أشبه بحرب السويس في 56 اللي انتهت بتدمير إمبراطوريتين البريطانية والفرنسية وتحديد 3 قارات آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، وإنشاء حركة عدم الانحياز والحياد الإيجابي جانبا إلى جنب مع القوتين الأعظم في ذلك الوقت الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية. نفس هذه الظروف التاريخ يعيد نفسه. وأبني على كلامك سيد حسن وبناء على المعطيات التي ذكرتها، هنا أسأل الدكتور خليل عزيمة. دكتور خليل، هناك يعني بعض التساؤلات
هل حسن النية أن يتم استهداف مئات المدنيين في لبنان وارتكاب المجازر بحق المواطنين اللبنانيين العزل؟ هل هذه حسن نية الاحتلال يريد سلام ويريد التوصل إلى اتفاقات؟ دكتور خليل. ومن قال أن إسرائيل لديها حسن النية وأن نتنياهو لديه حسن النية؟ من قال ذلك؟ إسرائيل بالهجوم وقتل اللبنانيين هي تريد أن توسع دائرة الحرب الموجودة وتخلط أوراق كثيرة. هذا أولا. وبالتالي طبعا أنا قلت لا تأخذوا كلامي في غير سياقه، وعندما تحدثت عن الديمقراطية التي تحدث ضيفك وتحدثت أنت عنها كثيرا، نتحدث عن الديمقراطية السياسية داخل ما يسمى الدولة الإسرائيلية. لذلك يعني هذا للتوضيح حتى لا يأخذ إلى جانب آخر. تتحدثون عن أن مقاومة حزب الله لإسرائيل، وعندما أضاع حزب الله طريقه إلى القدس وأخذ طريقه القدس عبر حلب وتدمير القصير والقرى والمدن السورية والذبح والقيام بمجازر كبيرة في سوريا، هل هذا كان طريقه إلى القدس؟ يكفي المتاجرة بقضيتنا الفلسطينية. الآن كل إنسان أو كل تيار معين عندما يدخل في مأزق معين يصيح فورا تحرير القدس، ولم نرى أي جيوش تتجه إلى القدس. تحرير القدس، ورأينا أن الآن اختلطت الأمور بشكل أكبر، وبالتالي والقضية وبالمناسبة أكثر من أساء إلى مسار القضية الفلسطينية هي خلطها بمسارات إقليمية، فأصبح المتواجد في أفغانستان يريد أن يحرر القدس عن طريق منطقة معينة، وفي إيران ألم نرى كيف أن إيران قصفت أو معدل ما قصفته إيران إلى الدول العربية هي أكثر من 80% من الصواريخ توجهت إلى دول الخليج العربي، بينما أقل من 20% فقط توجهت إلى إسرائيل، وتقولون أن إيران تريد أن تحرر القدس وفيلق القدس وغيره. لذلك يعني نتمنى أن نكون واقعيين أكثر ونرى ونبتعد، بالمناسبة نبتعد عن الخطاب. يعني أنا طبعا هذا الخطاب كنت يعني معجب به جد بشكل كبير ومؤمن به، لكن عندما رأيت أن القومي العربي يصفق لإيران باحتلال سوريا، هذا يعني كان صدمة كبيرة، لأن تكون عربيا وتصفق للميليشيات الإيرانية وهي تجتاح القرى والمدن السورية وتفضع في هذه المناطق أكثر من كما تفضع إسرائيل في غزة وغيرها. ذلك الوضع اختلف تماما. هي ليست حسن نية، وإنما هو مطلب لبناني لدرء الدمار عنه. كل فترة يقوم حزب الله بمناوشة إسرائيل، والنتيجة تدمير في لبنان وتهجير اللبنانيين من القرى والمدن، وتأتي الدول العربية التي يصبون عليها غضبهم بإعادة الإعمار، وأيضا الدول الأوروبية أيضا تشارك في إعادة الإعمار هذه، بينما إيران المسبب الأساسي في هذا الدمار لا تشارك في هذا الإعمار، إعادة الإعمار. المنطقة العربية بين خطرين، الخطر الإيراني والخطر الإسرائيلي. الخطر الإسرائيلي خطر كبير جدا ويجب أن يواجه، وأيضا الخطر الإيراني وميليشياته وأذرعه في المنطقة أيضا يجب وضع حد لها. وهذا ما رأيناه، يعني أكرر، عندما أكثر من 80% من الصواريخ تسقط على الدول الخليج العربي، هذا هنا نضع إشارة استفهام كبيرة. وبالمناسبة الإعلام الإيراني والإعلام الذي يدور في الفلكة يقول استهدفوا القواعد الأمريكية في المنطقة. لا أبدا، هناك كان مطار على سبيل المثال وليس الحصر، مطار الكويت المدني، هل هو قاعدة أمريكية؟ إذن وهناك أبنية سكنية أيضا تعرضت لقصف وغيرها. لا نريد أن ندخل بهذه الاتجاهات للتركيز أكثر على ما يحدث في لبنان وبالنهاية دكتور خليل، هذه وجهات نظر، ولك الحق أن تقول وجهة نظرك، وكذلك أيضا الحق للسيد حسن أن يقول وجهة نظره. وبالنهاية
فيما يتعلق في يعني مرة أخرى للتوضيح كما أشرت دكتور خليل، أنا أعلم بأنك تقصد بأن المقصود هو تحول الديمقراطي السياسي داخل إسرائيل، وأنا هنا أرد وفقا لهذا المعنى بأن إسرائيل تجردت من هذا التحول أصلا خلال السنوات الماضية بقيادة نتنياهو، وبات يحكمها التطرف بقيادة يعني إسرائيلية يمينية لا تعرف لا قيما ولا حتى ديمقراطية. أعود مرة أخرى للسيد حسن، أن هنالك بعض التساؤلات التي يطرحها الدكتور خليل فيها الكثير من يعني الأسئلة الواقعية التي تقول إلى متى لبنان يقودها قرار خارجي، ولماذا يعني لا تقرر لبنان مصيرها كدولة وكذلك أيضا كمستقبل لهذا الشعب اللبناني الذي مر بالعديد من التجارب والويلات على مدار يعني السنوات والعقود. أولا أنا أحب أوجه تحية لكل من يطلق طلقة على العدو الصهيوني، سواء كانت الطلقة من إيران، أفغانستان، باكستان، العراق، تركيا، أي بلد في العالم تطلق طلقة على العدو الصهيوني، أنا أوجه لها ألف تحية. ده أولا. ثانيا، يعني لا نريد أن نخلط الأوراق، ولا نريد أن نقول أن 7 دول عربية ضربت 80% وكان الصهيوني ضرب 20%. هذا كلام غير دقيق وغير صحيح، والذي يضرب بالدرجة الأولى المنشآت والقواعد العسكرية الأمريكية الصهيونية التي تنطلق لضرب العراق واليمن ولبنان وإيران وكل المنطقة. هذه نقطة. النقطة الثانية، من يقول أن القرار في لبنان يجب أن يكون غير لبناني؟ القرار يجب أن يكون لبناني ويحتكم للشعب العربي اللبناني في لبنان. هل قرار الحكومة اللبنانية قرار لبناني؟ لا وألف لا، هو قرار أمريكي بالدرجة الأولى، مفروض عليهم من أمريكا بأوامر أمريكية، وبالتالي لا يعبر عن لبنان ولا يعبر عن العروبة ولا يعبر عن الشارع اللبناني. فلنحتكم للانتخابات، فلنحتكم إلى صناديق اقتراح، أو نحتكم إلى قوة الأمر الواقع. وفي النهاية الحكومة اللبنانية لا تمثل إلى نفسها، النهاية الحكومة اللبنانية منفصلة تماما عن المجتمع اللبناني والشعب اللبناني. لماذا لا تمثل إلى نفسها سيد حسن؟ يعني لماذا لا نقول بأن هنالك اختلاف في وجهات النظر، وبالتالي لبنان ليس كله حزب الله؟ لبنان ليس كله حزب الله، ولكن لبنان بأغلبيته الساحقة ضد الاعتراف بالكيان الصهيوني والتعامل معاه، هذه وإدخال لبنان كإحدى الولايات الصهيونية على غرار ما يحدث الآن في سوريا على سبيل المثال، التي يتشدق بها الأخ اللي موجود في ألمانيا ده. فهو النهارده أنا بقول لك الحكومة اللبنانية، احترامنا للجميع سيد حسن، وأنا بسيته، أنا ما بسيتوش بالكلمة. هو مش مقيم في ألمانيا زي ما أنا مقيم في القاهرة، لا سب ولا شتيمة، يعني ده عادي. لكم كل احترام. لكم وبالتالي أنا بقول الحكومة اللبنانية تحتكم للشارع اللبناني، تحتكم، هي لا تستمد شرعيتها وكلامها إلا من الأوامر الأمريكية. النهارده الحكومة اللبنانية جاءت بتوافق وطني، هذا التوافق انتهى تماما بإنها دخلت في عملية تطبيع صريحة مع العدو الصهيوني، فقدت كل شرعيتها وفقدت مبررات وجودها، وبالتالي لبنان يسير نحو نفق مظلم. المقاومة لن تلقي بسلاحها، والمقاومة لن تستسلم، والشارع اللبناني سيحافظ على عروبته. وبالتالي أنا أرى أنه لا مستقبل لهذه الحكومة، وأنه قد لا تستمر في السلطة، وقد تأتي بحكومة أخرى تماما، ويأتي أول رئيس مسلم للبنان من الحرب العالمية الثانية من سنة 45، وأعتقد ساعتها هتكون الخسارة فادحة للحلف الصهيوني الأمريكي. هم يدفعون الشعوب العربية دفعا إلى هذا المصير. لن يسلم أحد سلاحه في أي بقعة على الأرض العربية، وليذهب الصهاينة إلى الجحيم، ومن يناوئهم ومن يؤيدهم ومن يدعمهم ومن ينعطف إليهم ويتعاطف معهم. نعم. دكتور خليل، مرة أخرى يعني أنقل لك وجهة النظر الأخرى فيما يتعلق بأن ما يجري بات واضحا، وكما قلت وأشرت مسبقا بأنه لا يخفى على أحد بأن الاتفاقات مع نتنياهو ومع حكومته حبر على ورق، وشاهدنا
مسبقا بأن إسرائيل فعليا لم تلتزم حتى باتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، ولم تنسحب فعليا من النقاط الأمنية التي كانت موجودة في جنوب لبنان، بل الآن وسعتها وزادت من توسعها العدواني في لبنان. ما الذي يدفع الحكومة اللبنانية أن تذهب لملاقاة الجانب الإسرائيلي دون حتى مكتسبات تحصل عليها، إن كان فيما يتعلق بوقف إطلاق النار أو حتى بإنجازات تتعلق بالاستقرار وحقوق الشعب اللبناني؟ يعني أولا هذه ليست المرة الأولى التي تجلس لبنان في مفاوضات مع إسرائيل وحزب الله بين هلالين، لكن المرة الأولى مباشرة منذ 91 دكتور خالد. لا أنا أتحدث هنا، عفوا، أنا هنا أتحدث عن التفاهمات التي جرت والتي أيدها حزب الله المقاوم حول حقل الغاز في لبنان، وسمح لإسرائيل أن تأخذ الحصة الأكثر من هذا حقل الغاز هذا. لذلك لبنان يتجه إلى موضوع وقف إطلاق النار. المهم بالنسبة للحكومة اللبنانية هي وقف إطلاق النار، وبالتالي عودة النازحين. عندما ترى النازحون أو النازحين يجلسون على الطرقات وعلى الكورنيش، ينامون النساء والأطفال، هذه هي المقاومة. عندما رأينا أيضا في أماكن أخرى الدمار، هل هذه هي المقاومة؟ هذه ليست مقاومة محسوبة، هذه موضوع أو محور المقاومة دعني أقول سقط عندما دخل في سوريا. وهنا نتكلم، لا أتكلم كباحث أو كما قال ضيفك أنني أقيم في ألمانيا، أنا أقيم هنا مؤقتا، أنا بالأصل أقيم في سوريا وبعدها أقمت في أوكرانيا بحكم أنني أحمل الجنسية الأوكرانية. إذا رأيت الحرب بشكل بأكثر من مكان وبأكثر من موقع. لذلك هذه أخذ المنطقة العربية رهينة لأجندات إقليمية. ذهبت إيران إلى التفاوض مع الولايات المتحدة، لماذا لم تكن لبنان على أجندتها؟ سيقول ضيفك أنها إيران قالت أنها على أجندتها. إيران تتحدث بخطابين مختلفين، خطاب موجه إلى جمهورها المغيب، وخطاب تتحدث فيه مع الولايات المتحدة. وأكدت الولايات المتحدة وحتى باكستان أن موضوع لبنان ووقف إطلاق النار في لبنان لم يكن في المحادثات الإيرانية الأمريكية. لذلك لماذا حلال على إيران أن تتحدث مع الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار، وحرام على الدولة اللبنانية أن تتحدث مع إسرائيل لوقف إطلاق النار؟ لماذا هذه المعايير المختلفة عند اليسار العربي والقوميين العرب الذين يعني هذا أول مرة في حياتي في اتجاهات اليسارية أن ترى يساري يتحالف أو يؤيد أحزاب دينية متطرفة، سواء كانت هذه الأحزاب مسيحية مسلمة. كل الأحزاب الدينية لها إيديولوجية دينية وليست فكرية. كيف هذا التحالف الذي رأيناه؟ يعني أنا لا أتحدث فقط عن لبنان، ولكن أتحدث أيضا عن سنوات الحرب التي عشناها في سوريا، كيف كانت يؤيدون الميليشيات الطائفية التي جلبتها إيران لقتل الشعب السوري. نعم. وما زلنا نتحدث عن الطريق إلى القدس. لبنان من حقه أن يتفاوض مع إسرائيل لوقف هذا إطلاق النار، ولم تتحدث سواء الرئيس اللبناني أو الحكومة اللبنانية لم يتحدثوا عن عملية التطبيع مع الاحتلال، ولكن تحدثوا عن عمليات وقف إطلاق النار فقط. وهذه والجولة التي اليوم كانت مقررة ساعة واستمرت لمدة ساعتين كانت عبارة عن جس نبض وطرح وجهات نظر. ولذلك يجب عدم الحكم على
وهنا لست أدافعا طبعا لا عن الرئيس اللبناني ولا عن رئيس الوزراء اللبناني، هذا حقهم وقرارهم، لكن كانت هي المفاوضات هو جلسة كما يقال في العامية جس النبض، وبعدها سنرى ما سيحدث. لكن أنا متأكد أن لبنان يريد أولا وأخيرا إيقاف هذه الهجمات اتضحت الصورة دكتور خليل، وأسأل السؤال الذي طرحته أسأله للسيد حسن كما أشار الدكتور خليل، لماذا المفاوضات حلال على إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية حرام على لبنان؟ قبل أن أجاوب على هذا السؤال أنا أريد أن أقول أن السيد الأستاذ يريد أن يكافئ العدو الصهيوني ويقول أن في كثيرين من إخواننا اللاجئين اللبنانيين هاجروا إلى بيروت، وبالتالي يجب أن نستسلم للعدو الصهيوني ونطبع معه ونعترف به. أنه يريد أن يكافئ العدو الصهيوني على جرائمه، ويريد أن يعلن انتصار إسرائيل، ويريد أن تحقق إسرائيل خطوات في طريق إسرائيل الكبرى. ثم أنني اندهشت، كنت أعتقد أنه في ألمانيا، فاتضح أنه يعمل الجنسية الأوكرانية، ورئيس أوكرانيا اليهودي زيلينسكي عضو لدود للعرب والعروبة، والرجل حارب في العراق وحارب في سوريا وحارب في أماكن كثيرة ضد العرب، وجاء الكيان الصهيوني في المعركة الأخيرة وأعلن تضامنه معاه وأرسل خبراء أوكرانيين وجنود وأشياء من هذا القبيل. عموما الأمور تتضح، والقضية ليست قضية يسار ويمين وأحزاب دينية، وإنما القضية كما قلت أنني أؤيد وأوجه ألف تحية لكل من يطلق طلقة على العدو الصهيوني، لأنها معركة وجود وليس حدود، معركة مصير، معركة أن نكون أو لا نكون، معركة أمة عربية أي تبقى أو كيان صهيوني وإسرائيل الكبرى. غير ذلك عبث. أما إذا كانت إيران تتفاوض، لأن إيران تتفاوض مع أمريكا وليس مع الكيان الصهيوني، إيران لم تعترف بالكيان الصهيوني، إيران تتفاوض مع أمريكا كدولة كبرى، والحكومة الإيرانية تعبر عن الشعب الإيراني والأمة الإيرانية، وليس هناك انشقاق داخلي كما كان يتوهم الأمريكان وأصدقائهم وعملائهم ورجالهم. بل على العكس بالوضع في لبنان، الحكومة اللبنانية لا تمثل أحدا، الحكومة اللبنانية منعزلة ولا تستطيع أن تسيطر على شارع في بيروت، وبالتالي هي جاءت لتحقيق مهمة أمريكية صهيونية. المقارنة في غير محلها على الإطلاق. إيران دولة شبه كبرى وأثبتت جدارتها بالفعل، وألحقت خسائر فادحة بالعدو الصهيوني لم تحدث يوم 48. 20% من الصواريخ كادوا يؤدوا بالكيان الصهيوني يعني، وفي النهاية واستطاعت أن تعامل أمريكا معاملة الند للند، بل استطاعت أن توقف العالم كله على رجل. العالم كله يعاني من أزمة اقتصادية طاحنة. لا يوجد وجه للمقارنة بين إيران وبين هذه الحكومة، مش عارف أسميها إيه، الورقية التي تحكم لبنان. ثم في الآخر لضيق الوقت سيد حسن أعود مرة أخرى للدكتور خليل. يعني كما استمعت هنا السؤال يعني يبنى على مقيلة من وجهة نظر بأن إيران الأمر مختلف بالنسبة لها، وأن إيران تخوض حربا بإمكاناتها، وأنها لديها جيشها ولديها قدراتها، وبالتالي يعني خوضها للمفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية قد يكون نابع من حسابات قوة كما تعتقد إيران. يعني سؤالك رائع جدا. يعني إذا إيران لديها صواريخ البالستية التي تهدد فيها العالم العربي وبشكل أقل بكثير تهدد إسرائيل، يسمح لها بالتفاوض مع الولايات المتحدة. أما لبنان الضعيف عليه أن يتحمل الدمار والانهيار ليقول أنه مقاوم. يعني أولا يعني هذا يعني أنا
أضع هنا نقطة اعتراض على موضوع وصف الحكومة اللبنانية. الحكومة اللبنانية تمثل الشعب اللبناني، الرئيس اللبناني يمثل الشعب اللبناني. صحيح. معظم الدول تتعامل وتعترف بالحكومة الشرعية اللبنانية. أما الميليشيات الطائفية في لبنان، ميليشيات حزب الله، حتى هو داخل طائفته فقد الدعم. لكن دعنا يعني أنا أصبحت أطالب بعقد مؤتمر عربي في اللغة العربية لتعريف معنى النصر. الحقيقة معنى النصر أصبح يعني هزيل جدا بمفهوم البعض. يعني دعنا ندمر لبنان وتحتل إسرائيل كامل لبنان لنقول بالنهاية أننا انتصرنا. يعني هذا منطق يعني من الماضي أصبح. وبالتالي يعني وموضوع هذا النصر وإيران دولة عظمى. دكتور خليل، الوقت انتهى ويداهمنا ما تبقى هي لحظات أخيرة. حقيقة مهما اختلفت وجهات النظر لكنكم لم تختلفان بأن إسرائيل من لديها مخططها العدواني الكبير الذي يستهدف الوطن العربي والذي يستهدف كذلك أيضا الأراضي. عفوا اختلفنا. هو مؤيد لإسرائيل الكبرى. لا هو مؤيد للكيان الصهيوني. أنا مختلف معاه. لا، وجهة نظرنا مش واحدة. هذا رأيك وأنا ليست واحدة. هو اعترف أنه أضعف سوريا ودمر سوريا ودمر العراق ويسعى لتدمير لبنان. سيد حسن، لكنه يقول بأنه لا يؤيد. لا لسنا متفقين. هو صهير ومساند للكيان الصهيوني وليس ضد الكيان الصهيوني. أنا أشكركم. أنا لم أكن أتمنى من دمر سوريا. من دمر سوريا ميليشيات حزب الله. لكن اسمعني دكتور خليل، سيد حسن، وداعش بتمويل أمريكي صهيوني وبقوات 30 دولة من حلف الناتو دمر سوريا العربية لكي تبقى سوريا المهللة والمدمرة والمحتلة الآن. أنتم دمرتوها. أنا لم أكن أتمنى. دكتور خليل وسيد حسن، اسمحوا لي لو كان بالإمكان لو كان بالإمكان أن أتكلم عن العروبة أو عن سوريا. سيد حسن، يعني بداية يعني هي الرسالة أكيد نابعة من روح وطنية قومية عربية بلا أدنى شك. أرجوك لا تقول عني أن أنا متفق معه. لا يمكن أن أتفق مع الصهيونية والصهاينة في استحالة. هذا الصهيوني عربي. أنت صهيوني أنت إيراني إيراني. أنت عميل أنا مضطر أوكرانيا الصهيونية. أنا مضطر لأشكركم الدكتور خليل عزيمة الأكاديمي والباحث السياسي من العاصمة الألمانية برلين، كنت معنا عبر زوم، وكذلك أيضا السيد حسن بديع كنت معنا من القاهرة خبير العلاقات الدولية. لم نكن نتمنى أن تكون هذه النهاية لحوار الليلة بهذا النقاش، ولكن يعني تظل إسرائيل دائما وأبدا هي العدو وهي التي تستهدف دائما المستقبل للوطن العربي بمخطط إسرائيل الكبرى. أشكركم على حسن المتابعة ونلقاكم في حلقات قادمة. إلى اللقاء.